دي مكنة حلاقة، كلهم مكنة حلاقة. ممكن ثواني عشان اي حد مهتم وعايز يبقى عنده مكنه حلاقه في البيت محتاج يعرف ايه التفاصيل دي. اوكي ممكن ثواني نقول التفاصيل. كل بيت هيبقى فيه بصوا يعني استنى مش هعلم حاجة. بص دي مكنة جميلة. اخش على التانية، دي صاحبتها. في واحدة تانية لونها أحمر. طب ممكن ثواني بابا وريكوا الباقي بابا يقول لكم العدد كده كده. ماشي. كل بيت هيبقى فيه مكنة حلاقة رجالي بسبب التنوع المتوفر، يعني كل ماكينة من دول بقوة معينة في الاستخدام، في كل واحدة فيها اوبشنز او ميزة مختلفة عن التانية، كل واحدة بسعر مختلف عن التاني، بحيث ان اي حد يلاقي احتياجه فيهم. يا جماعة أنا عايزة أوريكم المكنة دي الأول. التنوع الموجود في الماكينات ما بين ماكينات كيمي والفيجي ار، وكمان الموزر والكيمي، في منها الكوبي وفي منها الاوريجينال الالماني الاصلي. تنوع في الاسعار وفي الخامات وفي الاستخدامات، يعني كده كده من بينهم هتلاقي اللي يناسبك. عايزة أفتح لكم دي وأوريها لكم. بتعمل إيه؟ بصوا معاها دي، معاها فرشتها ومعاها فرشتها. هنحطهم مكانهم عشان ما يضيعوش. كده نقفلها لما نعمل تحت، وكده نفتحها لما نعمل فوق. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده كده. يا جماعة الحاجات فظيعة كده. اقلبها اقلبها، افتحها افتحها على الانجل. ولا 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 معاه فرشتها زي التانية. بص بقى المكنة حلاقة. يا بابا تعورني. هي بتتفتح منين بالظبط مش عارفة. هي تقريبا بايظة مش بتتفتح. الله ايه هاي. إيه يعني انا بصراحة شايفة دي احلى من دي، بس هما الاتنين جميلين. اللي بعده نخش على الحاجات التانية. نخش المكنة، مكنة حلاقة. طبعا ما ينفعش نرميها، ممكن تتكسر. بصوا يا ما اكيد في حاجة. الله الله. المكنة احمر، باين كلهم احمر. بص هنخش عليها. احنا هنوريها لكم، بس خلي بالكم هي معاها سلك تعمل بيها. هاتيها يا سندولة. هنستناكوا تشرفونا وتنوروا ليلي سنتر وتطلبوا ماكينة من ضمن الماكينات المتوفرة بالأسعار القديمة واللي كلهم عليهم عرض. تعرف تعمل الحركة دي يا بابا؟